يعني عندي عزة نفس يعني صح. نفسي عزيزة علي. أحمد أبو هشيمة لسه ما عملش حاجة يعني لسه يعني قال لي هعمل بس لسه ما نفذش يعني. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. يمكن كلنا شفنا الفيديو اللي كان ترند بتاع محمد حسين اللي هو بايع غزل البنات، وشفنا مدى اليأس ومدى المرارة اللي كانت عنده من مرارة الايام وصعوبة الايام اللي كانت عنده. يمكن شفنا كل ده في الفيديو وهو بيرمي اكل عيشه وهو بيرمي رزقه وهو غزل البنات. ومن بعد اليأس دايما بيجي الفرج، ومن بعد الصبر برضه دايما بيجي الفرج. كلنا شفنا برضه محمد حسين وهو من امبارح هو يتصدر الترند على كل منصات السوشيال ميديا. فاحنا النهارده رايحين لمحمد حسين عشان نعرف قصته ايه بالظبط كامله مكمله ونعرضها عليكم. تابعونا للاخر. احمد عمران، اهلا وسهلا بك محمد. أهلا بيك، الله يخليك. لا ايه الاخبار، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. محمد، احكي لنا القصه بالظبط، يعني الموقف اللي صدر منك في الشارع ده صدر منك ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قمت الصبح بإذن الله يعني عشان أكون قمت عيش يعني من 6 الصبح قعدت لاخر النهار ببلش بجنيه. فزي ما بيقولوا الضغط والسكر قام علي، رحت مقطع الحلويات ورحت ماشي. ما كنتش متوقع انه حد بيصورني يعني هو خد بعضه ومشيت. بس ده كل انت عندك ضغط وسكر؟ يعني ما قعدت وكان في وقت حراره. يوم الجمعه ده كان حراره يعني. ايوه يوم الجمعه كان صعب. طلعت 6 الصبح قعدت لغايه 10 بالليل او 12 زي قلت يعني بعد عشاء خالص يعني. يوم الجمعه ده اللي هو كان صبح الوقفه. الوقفه صح؟ الوقفه هي. طب انت بقى ايه حال معاك، ايه الدنيا معاك عامله ايه؟ احكي لنا قصتك انت برضه. ما بقول لك هدين يعني قصه يعني ايه غير الموقف اللي حصل معاك انت وفي الشارع. انت محمد يعني انت شغال ايه اصلا، او ايه وضعك الحالي؟ شغال يعني ساعه في الليمون ساعه في الخضار زي كده بس يعني على باب الله. على باب الله، ما معيش مصدر يوم بيوم. ربنا رزق بيوم بيكون بيوم، صح كده؟ يوم يرزقنا يوم لا يعني الحمد لله يعني بتعدي مستور الحمد لله. طيب انا شايف من كام يوم او من امبارح ناس كتير بتتكلم على منصات التواصل الاجتماعي او على السوشيال ميديا عموما، بتقول انه في كتير مساعدات وصلت لك، في ناس وقفت معاك، في حد من كل اللي كلموك زي مثلا مؤسسة حياة كريمة، زي احمد ابو هشيمة. حياة كريمة يعني استجابت بسرعة يعني وجابت لي الحمد لله النهارده يعني زي ما انت شايف ورايا اهو تروسيكل اهو. يعني التروسيكل ده من حياة كريمة. حياة كريمة ما شاء الله. واشكرها يعني شكرا جزيلا ليها يعني. برضه يعني شكر ليهم موصول على الاستجابة السريعة بتاعتهم. طب مين تاني؟ احمد ابو هشيمة. احمد ابو هشيمة لسه ما عملش حاجة يعني لسه يعني قال لي هعمل بس لسه ما نفذش يعني. يعني احمد ابو هشيمة هو تواصل معاك وقال لك هعمل بس ما عملش. بس لسه ما عملش يعني قال لي انا في الخارج وهتواصل معاك هجي لك يعني. طيب كويس خالص. في حد تاني كان بيساعدك برضه كان واقف معاك؟ رجل الاعمال محمد خلف الله. حلو. ده من عندكم من دار السلام؟ هيبني لي البيت. كان بيتنا طوب احنا طينه ومساحته نص قراط يعني. فقال يعني هبنيه لك يعني دور اول يعني. فعلا يعني خلص العمدان ولسه يعني ان شاء الله هنبني وبعد كده هنصب اول دور. طب في حد تاني عرض عليك وظيفه ان انت تتعين او تشتغل؟ لا حدش عرض علي. مفيش حد عرض عليك؟ لا. طب انت عندك استعداد ان انت ممكن تشتغل او تروح وظيفه؟ ان شاء الله يعني اهم حاجه الواحد يشتغل يعني. بالظبط. كان في محل لسه بيفتح في سوهاج، لسه مكلمني وتواصل معايا بيقول ان هو حب ان هو يعرض عليك ان انت تشتغل معاه. محلية طبعا. محل عصير اسمه خوخو مشمش. ماشي اشتغل معه. تشتغل؟ هو الشغل عرض. حلو. يعني الواحد قال لك اشتغل بعرق جايبينك يعني كلها بالحلال. بس بالظبط. يعني خلاص احنا ممكن ان شاء الله بعد اللقاء ده ننسق مع صاحب المحل وانت تروح تشتغل معاه ان شاء الله يعني لو ربنا راضي يعني. طيب انت بقى وقت ما حصل اللي حصل معاك يمكن انت حسيت ان هي جابت اخرها بالمعنى الصعيدة والمعنى البلدي؟ صراحة ندكت يعني جمدة انا خلاص يعني قعدت النهار كله الف على رجلي لغايه الليل ما بعتش حلاوه يعني لغايه البنات يعني. فالواحد انه كل شيء الضغط عمل معاه والسكر اضطريت ان انا اقطعهم اياه وامشي يعني. بس انت ما اكلتش بسبب ما كانش معاك فلوس وقتها؟ ايوه وخدت مركز الطوق والسالم مشي، خدت 3 كيلو مشي بسبب الفلوس. يعني روحت مشي عشان كانش معي 5 جنيه اركب العربيه. اخذت مشي يعني قلت اشرف لي ان انا امشي على رجلي ولا اركب العربيه ولا مش شكري. صح. يعني عندي عزه نفس يعني صح. نفسي عزيزه علي.
هو سبحان الله يمكن بعد الضيقه وبعد الحياه اللي انت مريت بيها والصعوبات اللي مريت بيها، فربنا يمكن كان الانسان اللي صورك او الانسان اللي هو شاهد الموقف بتاعك يعني هو سبب للي انت فيه، ويمكن ده فتح لك باب رزق في اكتر من حاجات تانية. يمكن احنا طبعا عارفين انه محمد حسين يمكن مش هو الشاب الوحيد اللي متأزم ماديا او متعثر ماديا، في شباب كتير زيه بتعاني من الموضوع ده، بس هو سبحان الله يمكن رزق او سبب انه الشاب ده يعني يخليه يتعرف، فالناس تبدا تجري عليه وتساعده. انا ما بلومش على الناس اللي بتساعد، لا يعني يا ريت كل الناس تساعد، بس زي ما في محمد حسين في مليون واحد زي محمد حسين. يعني دوروا على اقرب مليك، دور على اكتر حد شايف ان هو محتاج وعايز تساعده، روح شوف له وظيفه، شوف له مصلحه معاك، حاول تشوف له ان انت تفيده باي حاجه. يمكن الكلام ده الواحد طالع من قلبه يعني للناس، بس اللي انا عايز اقوله لك يا محمد ان شاء الله ربنا هيكرمك في الايام الجايه باذن الله ان شاء الله. وكل شكر اكيد للناس اللي تواصلت معاك واللي ساعدك باذن الله. والله اشكر الدول كلها العربيه يعني، واشكر مصر عامه، واشكر مؤسسه الحياه دعمتني، يعني الحياه الكريمه يعني دعمتني ويعني وجاتني على طول بسرعه، استجابت يعني، وجابت لي الحمد لله ترسيك لها عشان اكل عليه عيش يعني. وبرضك اشكر رجل الاعمال محمد خلف الله ماشي، انه برضك يعني ساعدني في بناء البيوت، واشكر جميع الناس اللي هي يعني تواصلت معي يعني، وربنا يجازي الناس دي كل خير ان شاء الله. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. شكرا ليك يا محمد، وان شاء الله يعني سعدنا باللقاء معاك، وان شاء الله ربنا يكرمك في الايام الجايه. ربنا يخليك. شكرا.